يا مساء الخير وصباح الخير اخواتي، ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا وزي ما احنا متعودين ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الوقت طلب مني واحد سموزي مانجا بطريقه لذيذه كده وسهله، ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهوله. تعالوا معلمكم واقول لكم بيتعمل ازاي. تمام، اول حاجه هنكون مجهزين مانجا قطع او عصير مانجا حسب اللي موجود في البيت، وهنكون مجهزين كوبايه تلج والخلاط بتاعنا. هنجيب كوبايه التلج وهنحطها كلها في الخلاط. بعد كده هنكون مجهزين كوبايه عصير المانجا، ولو مش موجود عصير مانجا ممكن نستخدم المانجا القطع عادي خالص، ونقوم حاطين كده نص كوبايه مانجا. كده حطينا نص كوبايه مانجا. والسكر هنكون مجهزين 3 معالق سكر، والسكر هيبقى حسب الرغبه. تمام قوي. بعد كده هنغطي وهنسيبها تتضرب لمده 20 ثانيه. تمام قوي كده. هو كده خلاص خلص وبقى تمام وحاجه كده عظمه قوي. مشروب السموزي المانجا ده بيتطلب مني كتير جدا، وكل الناس بتحبه وبيطلبوه مني، يعني الاطفال والصغيرين بيحبوه جدا قوي. بعد كده هنقوم جايبين شويه من عصير المانجا وهنحطها كده في كوبايه من تحت، ما نكترش. بعد كده هنجيب السموزي وهنقلبه كده في الخلاط، وهنمسك الخلاط بتاعنا وهننزل بعصير السموزي. هوريكم ازاي هو نازل تقيل اهو، شايفين؟ هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. نازل اهو قطع، يعني كله مضروب، التلج مضروب مع العصير ونازل تقيل اهو. هو ده القوام اللي احنا بنحبه وهو ده اللي مطلوب يعني. ده كان السموزي، يعني سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي افتكاسات نهائي. ده ممكن لو نزلنا بره في اي كافيتيريا ممكن نشربه ب40 وب50 جنيه. ده في البيت ممكن ما يكلفناش يعني من 7 ل 8 جنيه وبس كده خلاص. هو نص منجاية وشوية تلج، والسكر هيبقى حسب الرغبة. وده سموزي طبيعي 100. لازم نعمله في البيت ونجربه لحبايبنا على دخلة الصيف. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، ولا ما اشتركش في القناة يا ريت تشتركوا بسرعة قوي. كان معاكم احمد الشناوي، بس خلاص.